يا جماعة دي حكاية حصلت مع أصحابي وكنت أنا شاهد عليها، وهي فعلا مخيفة ومخلى الدم بيجري في العروق. القصة دي اسمها اللي حصل لأصحابي لما دخلوا المقبرة المهجورة. يلا نبتدي على طول، وأرجو تركزوا وتسمعوا كويس لأنها فعلا كانت ليلة ما تتنساش. كان في يوم من الأيام صحابي كانوا عايزين يعملوا مغامرة، وقرروا يروحوا المقبرة القديمة اللي في حتة بعيد عن المدينة. المقبرة دي اسمها مقبرة العجوز. الناس كلها كانت بتخاف منها من زمان، يقولوا عليها مسكونة وكل اللي دخلها ما بيرجعش تاني. صحابي كانوا عايزين يتحدى الخوف ويشوفوا ايه اللي جواها، وفعلا جهزوا نفسهم ومعاهم مصابيح وشنط فيها أدوات، وانطلقوا سهرية ليلية. لما وصلوا عند المدخل كانت الأبواب كلها صادئة، والكلام ده كان قبل أذان الفجر. الجو كان هادي والهدوء عجيب، بس في حاجة غريبة كانت بتحصل. إحساس كده إن في عيون بتتبعهم من الظل، بس مفيش حد. وأول ما دخلوا الهدوء زاد والجو بقى شبيه باللي بعد العاصفة، كله ساكت، بس في إحساس غريب اللي بيشوفوه ده. بدأوا يتجولوا في أروقة المقبرة، وأول ما دخلوا سمعوا صوت خفيف كأنه حد بينادي، بس لما حاولوا يركزوا يلاقوا ماسترو مفيش حد، بس الصوت كان واضح كأنه ناي بيلعب. حاولوا يضحكوا على نفسهم وقالوا ده خيال، بس الحقيقة إن الصوت ده كان بيكبر وبقى واضح وبيجي من ناحية القبر اللي في النص. وفجأة حصل حاجة ما تتوصفش، ضغط عليهم الجو وابتدت الأصوات تتزايد، أصوات ناس بتتكلم بصوت منخفض وأصوات عياط وصرخات. وهم في حيرة، كل واحد فيهم بدأ يحس إن حد بيقرب، وقفوا يتفرجوا. وفجأة من جوه القبر اللي في النص طلعت يد غريبة كانت لونها باهت وبتشد في القبر، واليد كانت طويلة وملعقة. الصحاب كانوا مرعوبين، وواحد فيهم حاول يهرب، لكن الدنيا اتقلبت والأرض اهتزت والنور اللي معاهم بدأ ينطفئ، وكل اللي في المقبرة اتغير، بقوا همس وعيون من غير جفون ووجوه مبتسمة بشكل مخيف. وكانوا عايزين يجروا بس مش لاقيين مخرج، وكل لما يحاولوا يهربوا اللي بيحصل ده بيزيد والأصوات بتسمع من كل مكان. وفي لحظة اللي حصل إن واحد من صحابي حاول يقرب من القبر ويفتحه علشان يشوف اللي جواه، وفجأة اليد اللي كانت خارجة مسكت فيه وشدت عليه، وهو بقى يصيح كأنه مجنون. وكانوا كلهم بيحاولوا يبعدوا عنه وهو بيتشد، لحد ما فجأة الدنيا سكنت، وصحابي لقوا نفسهم بره المقبرة، والليل مظلم ومفيش حد حواليهم، والمصابيح كانت بتشتغل بس مفيش أصوات ولا أثر للأصوات اللي كانت هناك. عادوا بسرعة للبيت وطلعوا من هناك وبدأوا يحكوا للناس، بس اللي حصل ده مش حد يقدر يفسره ولا حد يقدر ينساه. من يومها كل واحد فيهم في حلم بيتكرر إنهم رجعوا للمقبرة، وكل مرة بيشوفوا اللي بقى واليد اللي كانت بتشد فيهم وبتقول لهم كلمات مش مفهومة. دي كانت قصة صحابي عن اللي حصل لهم لما دخلوا المقبرة المهجورة، واللي لسه لغاية دلوقتي بيحصل معايا ومع أصحابي. كل ليلة وكل يوم بنحس إن المقبرة دي مش بس مكان مهجور، ده مكان مسكون، ومسكون بأرواح مش عايزة حد يقرب منها. احذروا يا جماعة من المقابر القديمة، لأنها مش زي أي مكان تاني، فيها أرواح وأشياء مش طبيعية. ودي كانت قصتنا، وأتمنى تكونوا استمتعتوا، وأتمنى تكونوا أخدتم حذركم. والسلام عليكم ورحمة الله.